قال لويد جورج رئيس الوزراء الإنجليزي أثناء الحرب والشهير باللويد جورج إنه يجب أن تنفصل جميع الدول التي تتكلم العربية عن الإمبراطورية العثمانية ووضعها تحت الانتداب. قال إن الأتراك سيأخذون قطاعا كبيرا من الأناضول، ولكنهم لن يأخذوا أراضٍ في أوروبا، وإن الأتراك لن يحصلوا على أي مكان في المضايق أو بجوار البحر. وذلك تحديدا ما أرادوا فعله. أرادوا أن يبقى الأتراك حول أنقرة وقونيا والمناطق المجاورة وباقي الجزر. هم في الحقيقة أرادوا أخذ البحر الأسود وأنطاليا معا، أي أرادوا أخذ منطقة البحر المتوسط. هم أبدعوا في إبقاء الأتراك مقيدين لمركزية الأناضول، ولكن ذلك كان مؤقتا، حيث يفكرون في نفيهم لاحقا إلى وسط آسيا بعد الضغط عليهم. تلك هي سياسات الدولة البريطانية العميقة، أي إعطاء الجنوب الشرقي إلى حزب العمال الكردستاني، مع العلم أنهم في غاية الحساسية تجاه البحر الأسود، فهم يصرون دائما على إنشاء اتحاد في تلك المنطقة مثل البحر الأسود الشرقي والبحر الأسود الغربي كبنية فيدرالية. إنهم يضعون تركيزهم صوب إنشاء اتحادات في منطقة البحر المتوسط، أنطاليا في إسطنبول وفي أزمير، وهم يؤمنون أن النظام الرئاسي سيمهد الطريق لذلك. يمكننا أن ندافع ضد ذلك التهديد بعقلانية وحزم وبنية معاصرة متقدمة من العلوم والتكنولوجيا. سنهلك والعياذ بالله مع تلك العقلية العقيمة التي تجبر المرأة على لبس ملابس محددة والمشي بطريقة محددة، وإجبارهن على عدم الضحك وعدم الكلام في الهاتف وعدم الخروج. حيث أن الدولة البريطانية العميقة على علم بتلك الحقيقة، فإنها تعزز التعصب في الشرق الأوسط. أعني أنهم يدعمون تلك السياسات المتعصبة بكل قوتهم، لأنه عندما يتسرب التعصب إلى البلد فلن تحتاج شيئا آخر لتدمير البلد، حيث أنها ستدمر تلقائيا. إنهم يقولون الأتراك بربريون ومتوحشون، ويستخدمون الكثير من الكلمات السيئة الأخرى. يقول اللويد جورج لن يأخذ الأتراك مكانا في مضيق ولا في البحر، أعني أنهم يريدون أخذ إسطنبول والآن يحضرون لذلك. قال اللويد جورج إن الأتراك بقوا في أوروبا لقرون وكانوا بداية المشكلات في أوروبا، كما قال إن إسطنبول ليست تركية ولكنها يونانية، ويجب طرد الأتراك من المدينة. من الممكن أن نتهاون مع تلك التهديدات، فتلك السياسات هي نفسها التي اتبعت من قرن مضى، والسياسات التي اتبعتها الدولة الإنجليزية العميقة منذ قرن يتم تنفيذها الآن. أمريكا وفرنسا ملتزمتان بتلك القوانين، وتحاولان إدخال روسيا معهما خطوة بخطوة بمساعدات العقليات الإسلامية المتعصبة، ذلك لأن في تلك العقليات بدأت الفنون والعلوم وحرية المرأة في الاختفاء. إنهم يرون المرأة في ملابس كاشفة أمرا مشينا، بينما ترى هؤلاء الأشخاص مع عائلاتهم يتمتعون على الشواطئ مع آلاف آخرين. إنهم ينشئون مفهومهم المنفصل عن الشرف والوسطية. إذا كانت الملابس الكاشفة بمثابة مشكلة لكم، فلماذا ترتدون البيكيني وملابس السباحة التي لا تستر وأقل من الملابس الداخلية أمام كل هؤلاء الناس؟ ذلك يعني أن تلك الملابس لا تمثل مشكلة لكم، إذن كونوا صادقين. أثناء الحرب العالمية الأولى رسمت كل من إنجلترا وفرنسا خريطة للإمبراطورية العثمانية وللشرق الأوسط وهو مقسم، وهم يحاولون الآن تنفيذ تلك الخريطة، كما أنهم يحاولون إشراك الولايات المتحدة معهم. إنها الدولة الإنجليزية العميقة التي تستخدم الدولة الأمريكية العميقة لتلك النهاية. أمريكا تجر لتلك المسألة، بينما إنجلترا هي التي تتزعم الطريق. كل ذلك بسبب الاتفاقية السرية المسماة سايكس بيكو، أعني أن تلك هي اتفاقية لا تزال تنفذها دول الظل العالمية. إنهم يخططون لإعطاء طرابزون وأرذرم وفان وبيتريس وجزء من المنطقة الجنوبية لروسيا عن طريق حزب العمال الكردستاني، وإعطاء الجزء الشرقي للبحر المتوسط وأذنا وأنتيب وأورفا وماردن وديار بكر والموصل وساحل سوريا لفرنسا، وإعطاء ميناء حيفا وعكا وبغداد والبصرة وجنوب بلاد ما بين النهرين لإنجلترا، وقد استحوذوا على جزء كبير منها على أي حال، وهم يحاولون الآن احتلال ما تبقى. إنجلترا هي أكبر مؤيد لحزب العمال الكردستاني الآن. خططهم مبنية على القيام بذلك بطريقة هادئة وخفية، إنها طريقة الدولة الإنجليزية العميقة.
إنهم يتقدمون دون إظهار طرقهم بدون إظهار أيديهم. يقول أوجلان بخصوص دعم إنجلترا لحزب العمال الكردستاني: إنجلترا لها أكثر نهج عقلاني تجاه قضيتنا، أكثر الدعم الموجه لحزب العمال الكردستاني من إنجلترا. كما يقول إن ذلك التصريح من حزب العمال الكردستاني نفسه. الإنجليز يدعمون ويدافعون عن حزب العمال الكردستاني أمام البرلمان الإنجليزي، ويقرون أنهم ضد الإرهاب، ثم يذهبون ويدافعون لصالح حزب العمال الكردستاني أمام البرلمان الإنجليزي. قال جلادستون في مرة أن السلام لن يأتي لأوروبا إلا إذا أباد القرآن. انظروا، إنه تكلم عن إبادة القرآن. يقول: يجب علينا أن ننتزع القرآن من المسلمين. إذن فما هو البديل للقرآن؟ الأحاديث المفبركة والحسابات المزورة. إنهم بالتأكيد انتزعوا القرآن من المسلمين على نطاق واسع باتباع تلك السياسات الإنجليزية. إنهم يقولونها علانية. إنه يقول إن السلام لن يأتي لأوروبا إلا إذا أبدنا القرآن. يجب علينا انتزاع القرآن من المسلمين. انظروا، إنهم بدلوه بالخرافات.